المشروع الصيني وفق هذه التقارير الذي أعلن عنه منذ 2015 واجه صعوبات هيكلية وتضخمت كلفته بشكل كبير من 3 مليارات إلى ما يفوق 5 مليارات دولار. خطة الجزائر الجديدة فتحت الباب أمام تساؤلات عما إذا كان القرار فعلا إعادة تموضع ذكي في ظل واقع اقتصادي عالمي متحول، وما الذي دفعها في ظل التوتر مع باريس إلى اختيار شريك فرنسي بدل الحليف الصيني. من باريس معنا المتحدث الرسمي باسم حزب الاستعادة الفرنسي جان مسيحة، ومن الجزائر ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية أيضا في جامعة الجزائر دكتور محمد سي بشير. مرحبا بكما دكتور جان. كيف تنظرون إلى قرار الجزائر بالتخلي عن مشروع مع حليف كالصين مبدئيا؟ مساء الخير يا مدام أسيا وتحياتي لضيفك العزيز. أهلا بك. طبعا الجزائر كما شرعتي المشروع تضخم تكلفته بطريقة غير متوقعة، ده أول شيء. تاني شيء الصين، الجزائر ملهاش علاقات تاريخية مع الصين، حتى لو كان الصين جت في الجزائر واستثمرت وفي تعاون كثيف ما بين الجزائر والصين منذ عدة سنين. طبعا العلاقات الصينية الجزائرية ليست قديمة مثل العلاقات الفرنسية الجزائرية، وهناك يعني لما الجزائر تخلت على هذا المشروع أنا بعتقد ان ده يعني نوع من التأثير المفاجئي. يعني الجزائر استغلت ان التكلفة عليت وحبت يعني تستغل هذا رفض المشروع، تستغله عشان يعني نوع من انها تغش فرنسا وتفهم الفرنساويين ان هي يعني مش عايزه تعمل المشروع مع الصين وعايزه تعمله مع فرنسا. انا اعتقد ان الجزائر بتدور على مصلحتها اولا واخيرا، وده طبعا شيء يحترم. اي دوله من حقها يعني تدور على مصلحتها اولا واخيرا، بس يعني الحاجه اللي مش لازم تحصل ان الجزائر بتدوير على مصلحتها تفهم شعبها وتفهم الفرنسويين ان رئيس الجمهوريه بيتخلى عن هذا المشروع عشان يعيد العلاقات تبقى ايجابيه تاني مع فرنسا، وده طبعا شيء يعني مش حقيقي ومضلل الى الراي العام. طبعا الجزائر كمان تود ان تستغل كل ما هو الملف الذكري والملف الاستعماري، وده كله ممكن يكون متهيأ لها ان لما تعمل المشروع مع فرنسا التكلفه ستقل، لان فرنسا طبعا هتقدم مساعده للجزائر، وطبعا ايمانويل ماكرون كل ما هو ذكري واستعماري يعني من النوع الرؤساء اللي هو بيتخلى عن مصلحه فرنسا في سبيل انه يحسن العلاقه مع الجزائر. فيعني الرئيس تبون بيلعب لعبه مظبوطه للجزائر، لكن انا اعتقد ان مع الاسف الحكومه الفرنسيه ممكن تقع في هذا الفخ وتتعاون مع الجزائر في هذا المشروع. هيبقى مصلحه للجزائر لان المشروع هيتعمل وهيتعمل بتكلفه اقل وهيتعمل ايضا بخبره اكثر، لان طبعا الصناعه الفرنسيه برضو ما زال حتى الان احسن من الصناعه الصينيه، ولكن كل ده يعني هو موضوع اصلا مصلحه اقتصاديه بحته الجزائر تود ان تستغله. هذا يعني يحيلني الى دكتور محمد انه الاقتصاد يتكلم بينما السياسه يعني تخرس ولو لفتره من الوقت مقابل المصالح الاقتصاديه المستمره. مساء الخير سيداتي، عيد اضحى مبارك للمشاهدين الكرام وتحيه للسيد مسيحة من باريس. اظن بان الكلام حول المصلحه الجزائريه واضح في الامر. لماذا؟ لان الجزائر لم تتخلى عن المشروع لصالح مشروع اخر، بل غيرت بوصلتها كامله. لماذا؟ لانه السيد سعاده عندما قدم الى الجزائر كان سياتي في شهر ابريل، اخر زيارته بسبب توترات، ثم عندما جاء مؤخرا الى العاصمه الجزائريه جاء بمشروع يستغل فرصه انه مشروع الحمدانيه تاخر ليعرض مشروع كانت الجزائر تفكر فيه، وهو أن تستقبل الجزائر أكبر عدد ممكن من الحاويات. والسيد سعادة معروف بأنه متخصص في الحاويات، وطبعا سيمنح له فرصة أنه يشتغل مع 9 موانئ في الجزائر وليس ميناء واحد. وبالتالي حتى تكون الجزائر عبارة عن هب، يعني ملتقى لاستقبال الحاويات ثم توزيعها مثل دبي ومدن أخرى معروفة، يجب أن تحسن خدماتها في الموانئ، وطبعا تتعامل مع شريك مهم جدا وهو السيد سعادة المعروف بأنه بنى السلطة يعني ثروته من الموانئ ومن الحاويات قبل ان يتحول الى الاعلام ويصبح رئيس لمؤسسه بيافا الى اخره. السيد سعاده عرض مشروع الجزائر كانت تفكر فيه، الجزائر لم تتخلى عن الصين، الجزائر شريك قديم للصين، الجزائر تتعامل مع وتنوع شراكاتها، لكن وجدت مصلحتها الان في ان تغير بوصله المشروع الى صناعه الحاويات، استقبال الحاويات، وعوض بناء ميناء واحد هو ميناء الحمدانيه سنستفيد
نستفيد من تجربه السيد سعاده في 9 موانئ يعني كأنك موزعة تختصر من الشرق إلى التجربة الغرب الجزائري. بعلاقة الجزائر برودولف سعادة فقط. غلط الكلام فقط ده. هي فقط مساله مع السيد سعاده، وطبعا اذا كان السيد سعاده فرنسي أو غير فرنسي مش صديق مهم. للرئيس ماكرون، لا اذا كان السيد سعاده صديق لماكرون واستفدنا، طبعا المصلحه الدوله لا تتحرك لتحقيق مصلحه اقتصاديه فقط. اذا كان هناك مصلحه لتحسين العلاقات مع فرنسا عبر مشاريع الحاويات سنعمل على ذلك دون ان ندخل في الامور التي تحدث عنها السيد مسيحه، مغالطات لفرنسا، ملف ذاكره، هذه امور اخرى نعالجها في منصات اخرى، في ملفات اخرى. الان نحن مع مصلحه اقتصاديه، مصلحه استراتيجيه للجزائر، وطبعا اذا تحققت المصلحه عبر السيد سعاده سنحققها مع السيد سعاده. ولا ننسى بانه قناه BFM منذ حوالي شهر ونصف نقصت من وتيره الهجمات على الجزائر، وهذا طبعا بسبب انه هناك علاقات بدات تتطور مع السيد سعاده. طيب لما لا سيد جون، يعني لما لا يكون رودولف سعاده هو البوابه التي تتطور من خلالها العلاقات الى مكان افضل الفرنسيه الجزائريه؟ الدبلوماسي الاقتصادي عده سنين، وخبرتي تقول ان المشاريع الضخمه اللي هي يعني تشمل كذا مليار يورو ليست فقط مشاريع اقتصاديه او تجاريه. اكيد ان المشاريع الضخمه، البنيات التحتيه والى اخره، حتى في الدول، كل الدول، دول الخليج مثلا، في طبعا تاثير من الدوله وتاثير من الحكومات من وراء توقيع العقودات البنيات التحتيه الهامه مثل المواني. فيعني عندما ضيفك الكريم يقول ان هذا موضوع اقتصادي وتجاري باحت، طبعا ده شيء غلط بالنسبه للي عنده خبره في المشاريع الاقتصاديه الضخمه. الدول دايما من وراء التوقيع هذه العقودات، ده اول شيء. ثاني شيء، رودولف سعاده، كل واحد يعني هنا في فرنسا كل الاعلام وكل الناس عارفه ان رودولف سعاده صديق عزيز لايمانويل ماكرون. مين ممكن يتخيل ان رودولف سعاده دخل في اتصال على هذا المستوى مع السلطات الجزائريه عشان يعني من دون بيرمت، من دون دون ان ايمانويل ماكرون رئيس الجمهوريه يبقى على الاقل طب ما المشكله؟ على علم ما المشكله يعني؟ مش افضل ما تظل العلاقات متوتره مع الجزائر؟ ما هي المشكله؟ انا ما فيش مشكله، بس ما حدش يقول لي ان هذا موضوع تجاري باحت واقتصادي باحت. انا قلت لك في بدايه حديثي ان ايمانويل ماكرون هو الوحيد الذي يود اصلا ان العلاقات مع الجزائر تتحسن. الجزائر لا تريد ذلك، ولكن الجزائر هل فعلا يا دكتور الجزائر عشان شايفه ان ده مصلحتها، عشان شايفه ان المشروع ده مصلحتها، فالجزائر يعني ممكن تقدم خطوه ايجابيه لمصلحتها في هذا من خلال هذا الملف. طيب شو رأيك؟ هيك عم يبين الدكتور محمد كأنه الجزائر تريد ولا تريد، يعني هي لا تريد من حيث التصريحات، وتريد من حيث الأمور التي تحصل على الأرض وتوقيع اتفاقيات. لا شوفي سيدتي، السيد مسيحة قال جملة جيدة، قال بأنه خبير في الدبلوماسية الاقتصادية. هل يعقل أن تذهب بلد بحجم قارة مثل الجزائر عندها 1600 كيلومتر سواحل أن تذهب إلى تغيير بوصلة علاقات تاريخية مع الصين في مشروع ب5 مليار دولار بمجرد أنها تريد أن تخدع فرنسا؟ هذا كلام يعني يحاول الإنسان أن يفهمه بطريقة دبلوماسية. أنا أقول بأنه في نفس هذا اليوم سيدتي صدر هناك تقرير يقول بأن الجزائر ستستثمر 50 مليار دولار في البنى التحتية. الجزائر عندها استراتيجية اقتصادية، الرئيس تبون عنده استراتيجية اقتصادية، هذه الاستراتيجية تقوم على أسس. الأساس الاقتصادي إذا كان من ورائه مصلحة سياسية لماذا لا نحققها؟ لأنه في نفس اليوم اللي استقبل فيه الرئيس تبون السيد رودولف سعادة استقبل دي جي سنيك، وهو مغني من أصول جزائرية له علاقات جيدة مع السيد ماكرون. هل يمكن أن يعقل أن نقول بأن الموسيقى هي كذلك أمر نريد أن نخادع به فرنسا؟ لا، الجزائر الآن تريد أن تحسن علاقاتها مع. لا أنا لم أقل لا سيد مسيحة، أنا لا أدعي عليك بأنك قلت شيء، لا أنا فقط أريد أن أفكر معك بمنطق